عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى شوربة جمبري خطيرة. هنعمل الجمبري الاسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة. هيطلع بقى معاكم خطير. بس قبل ما تنسوا اعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك وشير للفيديو. شايفين؟ خطير. طعمه بجد تحفة ومظبوط جدا. بتركات كده بسيطة بعملها هيطلع معاكم تحفة. وصوص الشوربة بقى خطير جدا. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة هنجيب الجمبري، بتفتحوه بالمقص بالطريقة دي لحد الاخر وتقصوا بقى الزوايد اللي هي الشنبات بتاعته، وبعد كده بتشيلوا السلسلة بتاعة الظهر. بتتشال بخلة الأسنان، هتتشال معاكم بمنتهى السهولة، بس أنا كنت جايباه متنضف فيا دوبك زيادة تنظيف بس عليه، فممكن تطلبوه عادي من السماك متنضف. لو انتوا مش بتعرفوا ممكن بعد كده أبقى أجربه قدامكم، بس هو سهل جدا مفهوش أي حاجة. بعد ما نخلص بقى الكمية اللي عندي دول كانوا حوالي أزيد من نص كيلو، كانوا كيلو إلا ربع. هقسمهم، هعملهم بطريقتين، بس الفيديو ده هنعمل الجمبري الاسكندراني بس. هقسم لكم الفيديوهات عشان ما تتوهوش مني. هنا بعد ما غسلته غسلة سريعة، الجمبري بيتغسل بسرعة جدا وبعد كده بتصفوه. بعد كده هحضر الخضار اللي هستخدمه عشان كل حاجة تكون جاهزة معايا. عندي هنا بصلتين متوسطين هقطعهم ترانشات بالشكل ده، وكمان عندي فصين توم كبار هقطعهم برضو قطع صغيرة، وهستخدم طماطمتين متوسطين هقطعهم برضو ترانشات، وعندي فلفل اخضر. لو متاح عندكم فلفل الوان هيبقى حلو جدا، بس انا هنا ما كانش متاح عندي فاستخدمت فلفل اخضر واحد. وكمان جزرتين هبشر الجزر بيدي طعم حلو جدا للشوربة وبيتقل الشوربة معانا، بيساعد برضو على تتقيل الشوربة. الجزر بقى مش هقطعه، انا هبشره عشان هيدوب في الشوربة بسرعة جدا. لو قطعناه بياخد وقت، واحنا الجمبري اصلا السوا بتاعه بيبقى سريع جدا، مش بياخد غير ربع ساعة بالكتير. هبشر بقى الجزرتين بالشكل ده. لو حابين برضو تقطعوهم تقطيع صغير انتوا حريتكم. حابين بقى تضيفوا فلفل سبايسي هيبقى تحفة جدا للناس بقى اللي بتحب السبايسي. ودي كانت كل كمية الخضار اللي حضرتها. مهم جدا ان احنا نحضر الخضار وكل حاجة قبل ما نبدأ الاكل عشان تبقى كل حاجة سهلة معانا. اول حاجة هنجيب حلة هحط فيها 3 معالق كبار من الزيت. اول ما يسخنوا هنزل بشرايح البصل المتقطع. تمام، نزلت بالبصلتين المتقطعين ترانشات، هشوحهم بقى دقيقتين كده في الزيت. وكمان هنزل بفصين الثوم المفرومين، هقلبهم بقى مع بعض لحد ما يسخنوا ويبدأوا ان هما يتبلوا، والريحة بقى بتاعة الثوم مع البصل تطلع. وقتها بقى هننزل بباقي الخضار اللي هو الجزر والفلفل الأخضر. يبقى أول حاجة نزلنا بالبصل والثوم، وبعد كده هننزل بالجزر والفلفل الأخضر. هفضل برضو أشوح فيهم كده على النار لحد ما يبدأوا ان هما يتبلوا. تمام، بعد كده بقى اخر حاجة لما نلاقوهم ان هما دبلوا هننزل بقى بشرايح الطماطمتين اللي احنا مقطعينهم اخر حاجة خالص، لان الطماطم مش بتاخد وقت. هتنزل ميتها وهتدبل بسرعة جدا. هننزل بقى بالبهارات، حطينا معلقة صغيرة من الملح والكمون والفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الشطة والبابريكا وكزبرة ناشفة. ميكس بقى البهارات دي مع بعض جامد جدا. كمان هنحط رشة بسيطة من السكر، طالما حطينا طماطم وكمان لسه هنحط صلصة، معلقة صغيرة بس مليانة من الصلصة، اللي يبقى لازم رشة السكر اللي تعادل الحموضة بتاعتها. هنقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعض. الريحة بقى يا سلام بقى، لو شمناها الريحة بجد كانت تحفة، خطيرة جدا. البهارات دي مع بعض تحفة. هنا بقى احنا كنا مهديين النار شوية عشان عايزين الخضار بتاعنا يدبل وينزل بقى الصوص كده منه. تمام، هنفضل بقى نشوح فيهم كده، وكمان هنسيبهم على نار هادية وهنقفل الغطا لحد ما يدبلوا خالص وينزلوا الصوص بتاعهم. هنا بقى كانوا بدأوا ان هما يدبلوا. هننزل بقى بالجمبري، هاخد نص الكمية اللي انا قلت لكم عليها في الاول، هقسمها على 2. حطيت نص الكمية بتاعة الجمبري، هقلبه بالراحة جدا، مش هفرهط فيه يعني. هقفل الغطا
وهرج كده الحلة بالشكل ده. هتلاقوه ان هو بدأ يغير لونه، بيغير اللون بسرعة جدا. هسيبه في الحلة على النار الهادية وهقفل الغطا لحد ما يدينا اللون الجمبري الجميل اللي احنا كلنا عارفينه. شايفين بدأ ان هو يغير لونه؟ طبعا اللون مظلوم في الكاميرا، لونه بجد كان تحفة. هقلبه بالراحة برضو كده. زي ما قلت لكم انا حطيت نص الكمية عشان النص التاني هعمله صينية جمبري في الفرن، بس هنزلها في فيديو تاني. هنا بقى كان شايفين الصوص، انا بوريكم الصوص اللي نزل من الجمبري والخضار، تحفة جدا. وقتها بقى هنكون محضرين المية المغلية. هنزل ب3 كوبايات من المية المغلية. ادي 1 2 3 بس كده يا دوبك. زي ما انتوا شايفين، احنا شايفين الجمبري احنا كمان ما غطيناهوش بالمية خالص، ولازم تكون طبعا المية مغلية. هنسيبه على النار من 10 دقايق لربع ساعة، وبرضه بيرجع لحجم الجمبري. ده حجمه كان يعتبر متوسط، مش بياخد وقت خالص، مجرد يعني سيبوه ربع ساعة، بعد كده هترجعوا تلاقوه بالجمال ده. بجد تحفة. وهتلاقوا الصوص بتاع الشوربة تقيل جدا. وبس كده هنطفي عليه النار. هنقدمه بقى جنب رز صيادية وجنب صينية الجمبري اللي انا عملتها. بجد الجمبري طعمه خطير، والشوربة بقى تحفة بجد، وهمية يعني، حاجة كده خطيرة. هتطلع معاكم كوبايتين شوربة مركزين، بجد تحفة. لو حابين تخففوها براحتكم، بس انصحكم ان انتوا تشربوها وهي مركزة كده، بجد جبارة. طعمها كان وهمي. شايفين بقى الجمال ده؟ لازم بقى تجربوها وتقولولي ايه رأيكم. ويا ريت بقى اللي يجرب يكتب لي في الكومنتات ايه رأيكم، وقولوا لي كمان طريقتكم اللي انتوا بتعملوا بيها الجمبري. أكلة عظيمة عظيمة، بجد تحفة. هستناكم بقى تجربوها، وإن شاء الله هنزل لكم باقي الفيديوهات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.